ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بص يا حبايبي، ان شاء الله كده باقي شهر على رمضان، فهنعمل المخلل ان شاء الله، وهنفتح عليه في رمضان باذن الله، هيبقى زي الفل. تمام. طيب هنا اول حاجه انا معايا حل على البوتاجاز. تمام. كده هسلق فيها القرنبيط او زهر زي ما بتقولوا، زي ما بتسموها. تمام. يا دوب هديها غلوة واحدة بس، انا مش هسويها، هديها غلوة بس كده، وهرفعها من على المية السخنة. تمام. انا غسلة القرنبيط عندي، وعطيت لها غلوة واحدة بس، مش هنسويها، وهطلعها على مية من الحنفية. تمام. اهو زي ما شايفين كده. وهنا طبعا الطبق ده كنت مقطع فيه جزر ولفت وخيار. اهو ده لفت وجزر وخيار وفلفل، فلفل حراق. تمام. بس الفلفل كان كبير شويه، ده اللي لقيته، ما لقيتش يعني قدامي فلفل صغير. عايزين لو عندي متوفر فلفل صغير ماشي حطه. لو عايزين كمان تحطوا ليمون، هتكونوا سالقين الليمون من قبليها وسايبينه لغايه لما يبرد خالص، وهتحطوه برضو. ده بصل او ورمه من اللي هو البصل الصغير، برضو سلقته، عطيت له غلوه واحده بس على البوتاجاز، على ميه، في ميه سخنه، وسبته في الميه لغايه لما بردت تماما. تمام. هنا بقولك شيلي الحاجات اللي في اللفت دي، عشان ما تسويتش اللفت معاكي وتبوظه. الحاجات دي بنتخلص منها خالص عشان ما تبوظش اللفت بتاعنا. تمام. اهو نشيل كل الحاجات دي عشان ما تبوظش اللفت معانا وتبوظ المخلل. تمام. طيب هنا المية اللي انا سلقت فيها القرنبيط، حطيت فيها معلقة من الكمون عشان نتخلص من اي روايح تطلع من القرنبيط. تمام. انا جبت الطبق الاحمر ده في مية من الحنفية، وهطلع القرنبيط بتاعي عشان اوقف عملية التسوية بتاعته. تمام. عشان نوقف التسوية بتاعته، لان انا مش عايزاه مستوي، انا يدوب بس بطلع اي روايح مش مستحبة فيه. هنوقف كده عملية التسوية بتاعته. تمام. وطبعا هتكون المية هنا، المية اللي هي فيها القرنبيط اللي بطلعها هتكون بردت، فهكب المية بتاعته دي وهفتح عليه الحنفية، مية من الحنفية عادي خالص. تمام. طيب هنجيب اي حاجة واسعة كده بس عشان نعرف نوزع الحاجات اللي احنا هنحطها على المخلل بتاعنا. اي نوع عايزه تحطي، اي حاجه خضار عندك عايزه تحطيه. انا كان والله كل ده بواقي من التلاجة عندي، يعني كانت حاجات باقيه عندي من التلاجة، طلعناها وهنعمل ان شاء الله دلوقتي احلى برطمان مخلل. بصوا، حابين تسيبوا الفلفل كده ماشي، حابين تكسروه يعني تقطعوه نصين زي ما انا قطعته، قطعوه اللي يريحكم. برضو عايزين تجيبوا فلفل، متوفر عندكم فلفل من الفلفل اللي هو الصغير ده، ماشي. تمام. اهو هنحط عليه دلوقتي دي جزرتين مبشورين، هنحطهم على هناخد كبشة كده نحطها على المخلل، والباقي هنحطه على اخر حاجة في البرطمان قبل ما نقفل. دي هريسة شطة كانت عندي في الفريزر، هناخد كده معلقتين منيها. تمام. اهو وهنقلبهم، واحط معلقة ملح صغيرة. حابة تحطي ماشي، مش حابة تحطي ما تحطوش، احنا كده كده المية هنكون حاطين ملح. كمان برضو لو عايزين تحطوا عصفر او حبة البركة ماشي، مش حابين برضو براحتكم، دي اذواق برضو. تمام. هنقلب كل الكلام ده مع بعض عشان هرس الشطة تدخل في المخلل بتاعي كله. وطبعا لو وصلتي معايا لغايه هنا ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه، بالله عليكم لكل اللي يشوف الفيديو ومش مشترك في القناه يشترك في القناه. تمام. ده برطمان برضو كان عندي فيه مخلل وخلص. تمام. هنعبي البرطمان ده كل هنعبي عذرا البرطمان ده من المخلل اللي احنا عملناه. اهو هناخد من كل حاجه بقى نحطه في البرطمان. تمام. خد معايا البرطمان اللي هو الكبير الابيض، والبرطمان اللي هو الازاز اللي انتوا شايفينه ده. تمام.
طيب هنيجي للتمليحة بتاعته. هنجيب على كل لتر، انا معايرتش باللتر يعني للامانه، انا بعاير كده بالبركه. تمام. هنجيب على كل لتر ميه من معلقه، من 3 معالق ل4 معالق من الملح، معالق اللي هي معلقه الرز الكبيره. تمام. طيب وهنحط اللي هتخلي المخلل بتاعنا زي مخلل المحلات مقرمش كده، هنحط معلقه من السكر ممسوحه اهو، معلقه من السكر ممسوحه على اللتر ميه. تمام. وهنجيب معلقة من هريسة الشطة ونحطها كده بس، ونحط المية المملحة دي على المخلل بتاعنا. وان شاء الله بإذن الله على رمضان تاكلوا احلى مخلل. وهنشوفه بقى معانا يعني ان شاء الله في رمضان احنا وبنطلع منه اهو. على كل لتر مية من 3 ل4 معالق من الملح. تمام يا حبيب قلبي اهو. وهنعبي البرطمانات بتاعتنا من المية. تمام اهو. متسرحوش مني، صلوا على النبي كده، وما تنسوناش في دعوة حلوة ولكم بالمثل ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن من كده بكتير. وهو زي ما احنا شايفين كده ده البرطمان خلص. وهنجيب الجزرتين اللي كنت بشراهم، اللي شفناهم مع بعض، هي دول هنحطهم على على وش البرطمان اهو زي ما احنا شايفين كده. ومعلقتين زيت اهو. نكبس البرطمان كده كويس، طبعا نخلي المية المملحة بتاعتنا تغطي المخلل. تمام، عشان عزكم الله ما يصبوش عفونة ولا اي حاجة. تمام. وهنحط معلقتين زيت اهو، معلقتين زيت على الوش كده. وكيس من اكياس التلاجة اهو. ونقفل البرطمان بتاعنا كويس خالص. تمام، بحيث ما يدخلوش اي هوا، عشان طبعا ما يسيبوش اي عفونة عزكم الله زي ما قلنا اهو. والحركة دي برضو هنعملها في البرطمان الكبير اهو يا حبايبي. ماما طبعا هيبقى زي المخلل بتاع المحلات ان شاء الله. ان شاء الله يطلع زي الفل معاكم اهو. زي ما عملنا في البرطمان الاولاني هنعمل في البرطمان التاني شوية زيت وكيس تلاجة، وهنقفل البرطمان بتاعنا كويس خالص اهو بالشكل ده. ان شاء الله الامور سهلة وبسيطة اهو يا حبايبي. قفلنا البرطمان كويس خالص. عايزة تشيلي الزيادات اللي في الاكياس شيليها، مش عايزة خلاص. طبعا هنحط البرطمانات بتاعتنا على صينية، على صينية من هي صواني الشاي الكبيرة، اي حاجة متوفرة عنديكوا، عشان هتنزل مية. تمام، هتنزل مية البرطمانات بتاعتنا. هي بتنزل مية منين يعني سبحان الله كده. ولو يعني مع ان احنا قافلين البرطمانات كويس، ولكن هي بتنزل مية. تمام. ونحطها في في المطبخ بتاعنا يكون فيه شباك، المهم ان هو يبقى فيه يعني هوا داخلهم كده. تمام اهو. الشكل البرطمانات يفتح النفس اصلا ان هي عايزه تاكل هي وكده من قبل ما تستوي. تمام اهو، بدون اي حاجه وبدون اي تكلفه، ومن حاجات والله موجوده في في التلاجة عندكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم الى الغرف الاخر ان شاء الله.